السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. جيتكم اليوم فيديو جديد مع وصفة جديدة تاع لي دونات، وصفة مقرمشة وخفيفة من الداخل، ما تجيكمش معجنة. في وعاء نديرو فيه 2 مغارف تاع ماء يكون دافي، ونزيدو فوقو مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز ومغرفة كبيرة تاع السكر. هذا الخمور تاعنا نخدموه. الماء لازم يكون دافي. من بعد نجيبو كاس تاع حليب يكون دافي، ونزيدو فوقو هذاك الخليط تاع الخميره والسكر والماء، ونخلطوهم بالمغرف. من بعد نخلو هذاك الخليط تاعنا يخمر على جنب، غطيوه وخلوه لمده 10 دقائق. ولهنا هاو الخليط تاعنا بعد ما خمر جات طالعه، يعني ناجحه الوصفه. كي تجيكم طالعه ما تخافوش. ونزيدوله بيضه كامله، ونزيدوله 2 مغارف تاع مارغرين، زبده ذايبه. من المستحسن تذوبوها من قبل وتخلوها تبرد لنجاح الوصفه تاعكم. ونخلطوها بالفوي او الخلاط الكهربائي. خلطوهم مليح هذاك الخليط. بعد ما خلطنا المكونات السائلة، نجو المكونات الجافة. نضيفوا الفارينة. انا كلت لي 3 كيسان ونص تاع فارينة. طبعا بعد ما تصفوها تبداو بالكاس الاول، وتزيدوا فوقه مغرفة كبيرة تاع سكر عادي، ومغرفة صغيرة تاع فانيليا. ولا تقدروا تستغنوا على الفانيليا وديروا مبشور قارص او مبشور برتقال اللي عندكم، او فانيليا سائلة. وتخلطوهم بالفوي او الخلاط الكهربائي اللي عندكم. ثم نضيف في الكاس الثاني، نبدأ نضيفه في الفارينة حتى تشكل لنا عجينة طرية. وهذاك الكاس الثاني نزيدو معاه رشة تاع ملح او نصف ملعقة صغيرة تاع ملح، ما تكثروش. لهنا تحبوا تستعملوا الفوي ولا تستعملوا يديكم كيف كيف اللي تساعدكم. وتبقوا تضيفوا في الفرينة حتى تشكل لكم عجينة طرية، ما تخلوش العجينة تجي يابسة.
بعد ما تتلم معكم العجينة تاعكم تدلكوها لمدة دقيقتين فوق طاولة العمل، وترشوا هذاك الوعاء بشوية فارينة، وتحطوا العجينة وتخلوها تخمر على الأقل لمدة ساعة ونصف. أنا كنت زاربة خليتها ساعة برك، تقدروا انتم تخلوها ساعة ولا ساعة ونصف، هي مستحسن ساعة ونصف. هاي العجينة تاعي بعد ما خمرت طبعا ضغطوها بكيس بلاستيكي، طلعت ما شاء الله ضاعف الحجم تاعها. تهبطوا لها الخمور على الجوانب، وبما انه العجينة تتلاصق شوية ترشوا طاولة العمل تاعكم بالفارينة، كمية معتبرة من الفارينة، ومن الفوق شوية، وتبسطوها وتطبعوها بالطبع اللي عندكم. حلوها 1 سنتيمتر، ما تديروش العجينة ما تديروهاش خشينة ياسر، بس راح تخلوها تخمر، وكيما تتقلا راح تتنفخ لكم. حلوها باستعمال الحلال او القراص. انا ما عنديش الطبعة تاع لي دونات، هو كاين طبعة تاع لي دونات يتباع في المحلات تاع الجاتو، يجيكم اسهل. انا استعملت حوايج يدوية اللي عندي في الدار. وفي في طريقة القلي، تسخنوا الزيت تاعكم، تسخنوه ومن بعد تسخنوه مليح، ومن بعد تنغسلوه في الغاز وتبداو تقلوا. يتقلى على نار متوسطة وتخلوها تحمر، ما تخلوش الكعبة صفرة، خلوها تحمر شوية. شوفوا كيف تتنفخ لكم الكعبة تاعكم وتجيكم من الداخل خفيفة ومقرمشة ما شاء الله. وصفة ناجحة على ضمانتي، ما تندموش، جربوها واعطوني رايكم. هذه هي طريقة القلي. قليت قدامكم حبات. وهاي اللي كم دونات تاعي بعد ما كملتهم. زينتهم بشويه شوكولا نوار وشوكولا بلو، انتم زينوا باللي عندكم، ومن الفوق كيف كيما اللي عندكم الزينه. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، خلوا لي تعليقاتكم في الكومنتات، ونتلاقاو في الفيديو القادم. باي باي.